قيل يا رسول الله إنك تمزحنا. قال نعم، ولكنني لا أقول إلا حقا. لقد كان صلى الله عليه وسلم يمازح أصحابه، يمازح زوجاته، يمازح الصبية الصغار، ولكن لا يقول إلا حقا. جاءه رجل وقال يا رسول الله أحملني، يعني أعطيني مركوبا أركب عليه لأسافر به أو أجاهد به أو نحو ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام لا أجد لك إلا ولد ناقة. فقال الرجل وماذا يفعل لي ولد الناقة؟ إن أنا أريد شيئا أسافر به أو أجاهد به، ولد الناقة ماذا يفعل لي؟ فقال عليه الصلاة والسلام وهل تلد الإبل إلا النوق؟ يعني أنا سأعطيك جمل كبير تسافر عليه والشهور لكنه أليس في النهاية ولد ناقة؟ فكان من كماله أن يمازح لكن لا يقول إلا حقا. جاءته امرأة وقالت يا رسول الله إن زوجي يدعوك. قال من زوجك؟ أذاك الذي في عينه بياض؟ قالت لا، ليس في عين زوجي بياض. قال بلى، نعم، في عين زوجك بياض. فذهبت إلى زوجها وصارت تنظر إليه في عينه، فقال زوجها ما بك؟ قالت يقول رسول الله أن في عينك بياض. قال نعم، وأنت كذلك في عينك بياض، إنما يقصد بياض العين الأصلي، وهي كانت تظن أن بياضا في السواد، وإنما هو قصد صلى الله عليه وسلم بياض العين الذي هو في كل عين. فبهذا المنهج التربوي الكريم الصادق الذي ليس فيه كذب وحاشاه، وهو المنزه عن كل ناقصة، كان يمازح أصحابه ولكن لا يقول إلا حق. بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وزوجاته، منتهى مرضاة الله تعالى ومرضاته.